لو انت دلوقتي في ثانويه عامه ومضيع وقتك وبتقول لسه بدري، خليني اقول لك على حاجه مهمه. الايام دي مش هتتعوض في حياتك تاني. كل ساعه بتضيعها دلوقتي هتتمنى ترجعها بعد الامتحان. محدش بيصحى بعد النتيجه ويقول يا ريتني كنت ذاكرت قليل، لكن ناس كتير بتقول يا ريتني ركزت اكتر. يمكن تكون حاسس ان المنهج كبير وانك متاخر او انك مش قادر تبدا، بس الحقيقه النجاح مش محتاج معجزه، محتاج قرار انك تقوم دلوقتي وتقفل اي حاجه ممكن تسحب وقت، قرار انك تذاكر حتى لو مالكش نفس، لان الناجحين مش دايما كان عندهم مزاج للمذاكره، لكن كانوا عارفين ان الهدف اهم من المزاج. افتكر ان اهلك مستنيين يفرحوا بيك، افتكر انك انت نفسك تستاهل انك تشوف تعبك وهو بيتحول لنجاح. سيب الموبايل شويه، سيب السهر على الفاضي، سيب فكره هبدا بكره، ابدا النهارده حتى لو بساعه واحده، حتى لو بصفحه واحده. المهم تبدا، لان الصفحه اللي هتذاكرها النهارده احسن من كتاب كامل ناوي تذاكره بكره. ما تقارنش نفسك بحد، كل واحد ليه رحلته. ركز في خطوتك انت. كل ما تحس انك عايز تستسلم افتكر ان الامتحانات كام يوم وهتعدي، لكن النتيجه هتفضل معاك. اصبر، اتعب، ركز، عشان بعد شهور قليله هتبص وراك وتقول الحمد لله اني ما استسلمت. يلا قوم دلوقتي واعمل اول خطوه، مستقبلك مستني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.